بسم الله الرحمن الرحيم. انا خالد ودي حلقه جديده من حلقات تحليل الدوري المصري، وتحليلنا النهارده يبقى مباراه الزمالك ومودرن سبورت. الزمالك بيبدا الماتش في حراسه المرمى محمد صبحي على يمينه، عمر جابر على شماله، محمود بنتاج، خط الدفاع محمود الونش وحسام عبد المجيد، خط النص مكون من 3، محمد شحاته مركز 6، عبد الله السعيد معاه في مركز 8 وبيميل اكتر دفاعيا، وزي سمع اخيرا فيريرا كلام كل جمهور الزمالك وقرر ان هو يحط ناصر ماهر رقم 10. بيلعب في الوينج اليمين الفينا النجم البرازيلي اللي خلاص خطف قلوب كل جمهور الزمالك، وفي الناحيه الشمال تشيكو بنزا، مهاجم عدي الدباب. الزمالك بيدور احداث المباراه، بيبدا الزمالك ضاغط، بتبدا الفرقه ماسكه الكره هجوميا، والزمالك شكله هجوميا منظم اكتر بكتير من مباراه المقاولين العرب. السبب في ده ايه؟ السبب في ده ان عبد الله السعيد بقى بيلعب متاخر شويه. عبد الله السعيد لما انت كنت بتحطه في رقم 10 بيبقى ظهره في الملعب، وده اللي يمكن شيكابالا قاله مع ابراهيم فايق لما طلع معاه امبارح، بس دي فعلا الحقيقه ان عبد الله السعيد طول ما انت مأخره في الملعب عينه شايفه الحاجه اللي انت ممكن تبقى انت كمان شايفها وانت بتتفرج في التلفزيون، فده اللي بيخلي عبد الله السعيد يتألق اكتر كل ما كان بيرجع. ويمكن دي اول حد قراها في عبد الله السعيد كان هو جوزيه جوميز السنه اللي فاتت، لما كان بيحط عبد الله السعيد في مركز 6 جنب نبيل عماد دونجا، كان ساعات جمهور كتير بيستغرب طب هو ليه جوميز حاطط عبد الله السعيد في رقم 6؟ بس كل مره وكل رهان بيثبت في الاخر ان جوزيه جوميز مدرب الزمالك الموسم الماضي كان دايما صح في كل قراراته وفي كل حاجه كان بيقولها. جوزيه جوميز من اكتر المدربين اللي انا شفتهم في حياتي بصراحه، كل الرهان اللي دخلوا مع الجمهور او مع اي حد كان هو اللي بيكسب فيه، وده ظهر في حاجات كتير قوي. ممكن نبقى نعمل حلقه عن الكلام ده بخصوص تحديدا جوزيه جوميز. بس نرجع للماتش بتاعنا وماتش الزمالك ومودرن سبورت اللي قدر الزمالك فيه يكسب 2-1 بهدفين البرازيلي الفينا والانجولي تشيكو بنزا. عبد الله السعيد كل ما اخرته انت في الملعب كل ما كان كاشف الملعب احسن، ويمكن ده الدور اللي كان بيرلو بيلعبه مع يوفنتوس في اخر ايام بيرلو في 2016 و2017 و2018، السنوات اللي العالم كله كان بيتغنى بدور بيرلو، وازاي بيرلو قادر ان هو مع تقدم السن يحافظ على مستواه كده، وازاي ادواره ذكيه وكبيره في الملعب. الفكره ان بيرلو برده كان مع يوفنتوس بيقوم بنفس دور عبد الله السعيد دلوقتي مع الزمالك، او دور عبد الله السعيد في مباراه مودرن سبورت، وهو انه بيلعب متاخر، بيلعب رقم 6 وبيتقدم حاجات بسيطه قوي. شوف عبد الله السعيد وهو بيستخلص الكوره في الهدف الفينا في الدقيقه 12، شوف بيستخلص الكوره ازاي وبيلعبها بحساسيه المركز ازاي ان الفينا ياخدها بكل الاريحيه دي. شوف لما عبد الله السعيد التحضير بتاعه للملعب في التحضير سريع ازاي، اللي هو عامل الاسكان للملعب صح، عارف هياخد الكوره يعمل بيها ايه. وده برده ظهرت في هجمه اللي نقلها على طول من خط النص وداها الناحيه الثانيه عند شيكو بنزا في هجمه من هجمات الشوط الاول. في اول الماتش طبعا نرجع تاني للماتش قبل ما نتكلم على بقيه الفريق طبعا، لما عدي الدباغ بيضيع انفراد في الدقيقه الخامسه او الدقيقه الرابعه بعد كده، بس باين لكل جمهور الزمالك ان الزمالك افضل وان الزمالك منتشر صح في الملعب، والزمالك قادر ينقل الكوره هجوميا بشكل صح، بالرغم ان انت بتلاعب فرقه من اقوى الفرق اللي موجوده السنه دي، فرقه من اقوى الفرق اللي قادره انها تنافس السنه دي، فرقه عندها 4 نقط من فوز على الاتحاد السكندري 3-0 وتعادل مع الاهلي 2-2 في اول جوله، فرقه بيدربها مدرب محترم جدا هو الكابتن مجدي عبد العاطي. وبخصوص الكابتن مجدي عبد العاطي، فالكابتن مجدي عبد العاطي من اكتر المدربين في مصر اللي انا بصراحه بحترمها. كابتن مجدي عبد العاطي بعيد عن الاعلام، بعيد عن الظهور، كل ما بيمسك فريق بصمته بتبقى واضحه جدا، راجل هادي ورزين، وفعلا مودرن سبورت مختلف تماما عن الموسم اللي فات في وجود الكابتن مجدي عبد العاطي. في الدقيقه 12 الفينا بياخد الكوره من عبد الله السعيد، السرور رائع من عبد الله السعيد، بيرقص بيشوط بيسجل جول، بيثبت لكل جمهور الزمالك ان الزمالك جاب برازيلي بجد، وان الزمالك فعلا بقى عنده جناح سوبر ستار برازيلي، وان الزمالك ما خدش وقت طويل عشان يعوض غياب زيزو. بعد كده بتمشي المباراه، شوط اول كامل استحواذ كامل من نادي الزمالك، شوط اول كامل الزمالك فارض سيطرته هجوميا، فارض اداؤه، فارض كل حاجه. بس في بعض النقط اللي عايزين نتكلم فيها بخصوص الشوط الاول قبل ما نروح للشوط الثاني. محمد صبحي هو نجم الزمالك الاول هذا الموسم، ويعني لو الناس تبدا تدي بقى لمحمد صبحي مساحته شويه في التقدير وفي التشجيع، محمد صبحي حارس موهوب ودي معروفه، يعني حارس منتخبات كمان من صغره، حارس موهوب وحارس قوي. وفي وقت من الاوقات في 2022 كان محمد صبحي ده هو خناقه الزمالك والاهلي. ولو الناس تفتكر لما كان كله بيقول ان محمد صبحي ان محمود جاد وقتها جاي الزمالك قبل ما الزمالك يعلن عن عوده محمد صبحي من فاركو،
كان كل الناس بتقول محمد صبحي رايح الاهلي. فهو حارس موهوب، بس ايه مشكله محمد صبحي؟ ان هو حارس مش مركز، حارس ممكن يركز في حاجات تانية بره الكوره، وده بياخد منه كتير وخد من عمره كتير في الملاعب. نفس فكره طبعا احمد فتوح يعني. فمحمد صبحي نجم الموسم الاول في الزمالك بصراحه من وجهه نظري انا. عمر جابر على اليمين، للاسف عمر جابر اللعيب عنده دلوقتي 32 سنه، بس عمر جابر انت عمرك ما هتتوقع مستواه. عمر جابر هيجي لك في ماتشات هيبقى متالق وهيبقى فعلا خلاص ده لعيب اساسي يعتمد عليه، وفي ماتشات تاني هيبقى عمر جابر لعيب غريب انت مش عارف ازاي 32 سنه وعديت بكل مراحل المنتخبات من ناشئين لشباب لمنتخب اول، لعبت مع كل النجوم تقريبا، لعبت مع اجيال مختلفه، لعبت في اكبر الفرق في مصر، احترفت، لعبت في بازل السويسري ولعبت في امريكا. ومع كده عمر جابر مش قادر يثبت لك مستوى انت تبقى واثق في عمر جابر وهو موجود. انت دلوقتي يا كابتن عمر قائد نادي الزمالك، انك تبقى قائد نادي الزمالك دي حاجه كبيره قوي. ففي كوره في الشوط الاول عمر جابر عبد الله السعيد تقريبا هو اللي اداله الكوره، او الفينا، لا الفينا انا اسف، الفينا كده كانت الكوره جايه له فعداها من غير ما يلمسها، فعمل الفنت على مدافع مودرن سبورت، رجعت لعمر جابر جري خطوتين كابتن عمر جابر، فبدل ما يلعب الثرو لعدي الدباغ يخليه انفراد لعبها له طرفها له. فالكابتن عمر جابر ودفاعيا بيتلعب من ناحيه اليمين في نادي الزمالك في الناحيه اليمين كتير قوي، وبنتائج لولا انه بيعمل تدخلات عكسيه كتير جدا صح في اوقات كتير من عمر المباراه في الثلاث ماتشات اللي فاتت، سواء اول ماتش قدام سيراميكا، ثاني ماتش قدام المقاولين، او ماتش مودرن سبورت الاخير. بس فعلا في جوان كتير كانت ممكن تيجي من الناحيه اليمين الخاصه بنادي الزمالك. محمود حمدي الونش منذ العوده من الاصابه اداء في تذبذب، بعض الماتشات مش كتير محمود حمدي الونش مقدم المستوى اللي يخلي الجمهور يبتدي يفتكره، واغلب الماتشات مش ده محمود حمدي الونش. حتى ايام كارترون وقبل الاصابه محمود حمدي الونش كان بيعتمد عليه في الخروج بالكره اوقات كتير قوي. الونش دلوقتي مش عارف يخرج بالكره، او كأن حد نسي اساسيات مركزه. انا عارف انك تخرج من 2 صليبي شيء محزن وشيء صعب، بس انت يا كابتن دلوقتي كابتن برضه من كباتن نادي الزمالك، ما ينفعش المستوى يبقى على طول في تذبذب، خصوصا ان الزمالك حاليا ومن تقريبا يعني من 2021 الزمالك ما عداش عليه المرحله دي، ان الزمالك حاليا عنده في كل مركز بدل اللعيب 2 و3 باستثناء الباك الشمال. بس انت عندك مثلا في الزمالك كدفاع معاك حسام عبد المجيد، معاك الونش، دول اللي بيلعبوا اساسيين دلوقتي، بس برضه قاعد مستني ياخد فرصه محمد اسماعيل. ومحمد اسماعيل لما هياخد فرصه هتفتكر كلامي ده، ممكن ما فيش حد في دفاع الزمالك ياخد مكان عليه. محمد اسماعيل مدافع اول حاجه ذكي جدا، تاني حاجه بيعرف قوي يخرج بالكوره، واللي اتفرج على ماتشات زد السنه اللي فاتت هيبقى عارف انا بتكلم في نقطه ايه. محمد اسماعيل من المدافعين اللي خروجه بالكوره يعني ممتع، اللي هو انت ساعات ممكن تحس ان هو مركزه رقم 6 مش مدافع خالص. في احمد حسام ربنا يشفيه طبعا، في صلاح مصدق المدافع المغربي اللي بيعرف قوي يخرج بالكوره. على فكره صلاح مصدق يعني ايه اللي خلاه يغيب عن تشكيل الزمالك مؤخرا؟ اكيد ان الونش وحسام عبد المجيد هم احسن ناس في التدريبات، لان احنا برضو مهما اتكلمنا احنا ما بنشوفش التمرين، فاكيد الونش وحسام عبد المجيد ثابتين مكانهم، خصوصا انه حسام عبد المجيد يعني من نظر الناس كتير قوي الموسم اللي فات هو احسن مدافع في مصر. بس صلاح مصدق في اول اي ماتشاته مع نادي الزمالك كان ظاهر قوي ان لا ده لعيب كبير، ولا ده لعيب الزمالك جاب صفقه سوبر من المغرب. بس ايه اللي عمل المشكله في صلاح مصدق؟ المشكله ان الراجل عنده بعض المشاكل خصوصا في التايمنج بتاع الاوفر. يعني لما بتيجي فرقه ترفع الراجل عنده مشاكل كتير قوي في التايمنج بتاعه، ده شاف كتير قوي في ماتشات كتير قوي السنه اللي فاتت، ومنهم مثلا في ماتش البنك الاهلي الجون اللي جه في الزمالك من ياو انور كان في اخر دقيقه، بان قوي ان الراجل فيه مشكله في التايمنج عنده. لكن صلاح مصدق برضه بيعرف يخرج بالكوره وبرضه وسريع وقوي، فصلاح مصدق لو خد الفرصه برضه ممكن يثبت نفسه. فالكابتن الونش محتاج ان هو يستعيد حساباته، محتاج يعيد الكلام مع نفسه، محتاج يشتغل على نفسه تاني، ويفتكر بس حاجه، ان يعني يفتكر فيديو مثلا اللي لعيبه الاهلي لما كانت بتتريق عليه في 2018 مع رحمه الله عليه وكابتن ايهاب جلال، وهم بيقولوا ده الونش اللي بيخرج بالكوره دلوقتي، وان الناس كتير كانت بتنتقد اداؤه مع نادي الزمالك، ازاي عرف ان هو بعد كل ده يعمل ريمونتادا على نفسه، يعمل ريمونتادا في مستواه، وبعدها بقى لمده موسمين او 3 هو احسن مدافع في مصر،
وكل انديه افريقيا تحلم ان يبقى عندها مدافع زي محمود حمدي الونش. حسام عبد المجيد اداء ما فيهوش تركيز قوي دلوقتي. حسام عبد المجيد اداؤه هو مش مركز، ما تعرفش هو مش عارف انا هجدد، لا انا همشي، لا انا هروح اوروبا، لا انا هروح الاهلي. مش مركز، محتاج ان هو يبقى مركز اكتر. هو لحد دلوقتي ما فيش اخطاء منه بصراحه، بس انت تحسها كده هو في الملعب مش مركز. على الشمال بنتايج، وبنتايج انا برضو عندي حاجه مع بنتايج. بنتايج الثلاث ماتشات السنه دي وخصوصا ماتش المقاولين وماتش مودرن سبورت مفيش اي تركيز. بنتايج الثلاث ماتشات دول السنه دي غير السنه اللي فاتت. ومشكله بنتايج بالنسبه لنا مش ان هو مشكله مدرب خالص بصراحه. هو انا عندي اصلا تحفظات كتير على يانيك فريرا من وجهه نظري في الثلاث ماتشات اللي شفتها، ووارد قوي على مدار الموسم التحفظات دي تختلف، يعني اما هو يحفظ الفرقه اكتر والتشكيل يثبت اكتر وارد ايه كل الكلام يختلف، لان دي كوره في الاول والاخر. بس بنتايج بالتحديد مش مركز خالص. بنتايج السنه اللي فاتت اتدرب تحت ايد ثلاث مدربين، جوزيه جوميز اتدرب تحت ايد بيسيرو، واتدرب تحت ايد كابتن ايمن الرمادي وجروس، صح 4 مدربين، جوميز جروس كابتن ايمن الرمادي وبيسيرو، وكان متالق مع الاربعه. وكانت الناس لما بتشوف ان احمد فتوح اللي بيلعب مثلا في فتره جروس بتطالب ان بنتايج هو اللي يلعب. بس السنه دي في حاجه مش مركز خالص، مش ده بنتايج خالص. الاوفرات كلها ما بتوصلش، الاوفرات كلها سيئه. اداؤه حتى الهجومي في باصات كتير قوي غلط، بيعمل باصات كتير قوي، هو ما كانش كده السنه اللي فاتت خالص. ممكن اهم ميزه في بنتايج السنه دي بصراحه هي التغطيه العكسيه بتاعته واداؤه الدفاعي القوي. بس برضه هو غلط في ماتش مودرن سبورت الاخير في الشوط الثاني، وفي كوره كانت هتترد بهدف تعادل لمودرن سبورت على الزمالك. ندخل لخط النص، محمد شحاته اللي فرح بالاشادات الكبيره قوي اللي جات له بعد مباراه سيراميكا، واللي فرح بهتاف جمهور الزمالك الجديد، اهو الجولدن بوي اهو. اختفاء تام في ماتش المقاولين، اختفاء تام في ماتش مودرن سبورت. عايز يعمل كل حاجه بالكوره، مش عايز يلعب السهل. لما محمد شحاته بيلعب السهل بيتالق. هو دلوقتي عايز يعمل كل حاجه. في ماتش المقاولين كل كوره تجيله عايز يشوط، كل كوره تجيله عايز يشوط. هي مش كده، وربنا اداك يا كابتن وتالقت في ماتشات كتير لما بتلعب السهل، بتلعب على قد الامكانيات بتاعتك، وانت امكانياتك كبيره جدا على فكره، ولسه كمان ما جبتش البرايم بتاعك، فمحتاج شويه تركيز. وانا برضو معاك، يعني انا عارف ان محمد شحاته مش رقم 6 يا جماعه. والنقطه هنروح ليها كده بسرعه، يعني جمهور الزمالك على الميديا بالذات بيهاجم دونجا كتير قوي. انا بصراحه لما بشوف مثلا فيديوهات لجمهور الزمالك او جمهور الاهلي على السوشيال ميديا وكده، جمهور الزمالك في الجمهور المدرج بيحب دونجا، وبشوفه بيقعد يشجع دونجا وبيشجع دونجا بحماس وبشده كبيره قوي. لكن على الميديا الناس مستلماه ومش سايباه في حاله. بس هو بصراحه لو اتفرج على الماتش كده وركز مع دونجا، هو ما عندوش كل الاخطاء اللي الناس بتقعد تتكلم فيها دي. دونجا ما عندوش كل المشاكل دي بصراحه، انا ما بشوفش كل المشاكل دي، ويمكن انا كنت بشوف غلط، بس انا ما بحسش كل المشاكل دي. ويمكن ده واضح لما نزل في ماتش مودرن سبورت بتاع ربع ساعه مثلا او ثلث ساعه، الفرقه مسكت نفسها دفاعيا شويه. فالراجل مش سيء للدرجه دي بصراحه، بس هو في مشكلتين. اما دونجا جه من بيراميدز، دونجا قبل اللي متابع يعني في الكره المصريه من زمان، دونجا كان مطلب جمهور الزمالك من وقت ما كان بيلعب في الاسيوطي وهو صغير، قبل ما المستشار تركي الشيخ يشتري الاسيوطي يحوله لبيراميدز. فكان دونجا هو مطلب جمهور الزمالك، وطول عمر جمهور الزمالك حتى وطارق حامد موجود شايف ان ده خير بديل لطارق حامد. فالجمهور علّى سقف الطموحات قوي على دونجا. فلما جه بقى دونجا في ارض الملعب الجمهور حاسس لا ده مش اللي احنا كنا بنتكلم عليه. فممكن ده السبب الاول. والسبب الثاني ان هي بقى بتبقى بتاعت ربنا، وهو الجمهور مش شايف، مهما دونجا عمل مجهود هو مش هيشوف ده. ممكن لما محمود جهاد واحمد ربيع يرجعوا من الاصابه الوضع يختلف، تلاقي احمد ربيع مثلا هو اللي بقى ثابت في مركز 6 في نادي الزمالك. ولكن دونجا مش بكل سوء اللي بيصوره جمهور الزمالك على الميديا، ودي وجهه نظر شخصيه ممكن تبقى غلط وممكن تبقى صح، احنا في الاول والاخر بنتكلم كوره. الكابتن عبد الله السعيد وزي ما دلوقتي في الزمالك بقى كل الناس بتعترف بينها وبين بعض جوه النادي وجوه الفرقه، مفيش لعيب في الزمالك نجم اكبر من عبد الله السعيد. تحس الناس بتتعامل معاه ده المدير الفني بتاع الزمالك جوه الملعب، وهو فعلا بيتعامل ان هو مدير فني للزمالك جوه الملعب. عبد الله السعيد ممكن اداؤه السنه دي ابطا بكتير من السنه اللي فاتت،
ممكن ان هو اتظلم اما يانيك فيريرا كان بيلعبه في مركز 10 في اول ماتشين، سواء ماتش المقاولين او ماتش سيراميكا كليوباترا. بس عبد الله السعيد هو فعلا مدير فني للزمالك جوه الملعب. عبد الله السعيد بباص واحد من نص الملعب ممكن يخليك انفراد تجيب جول. عبد الله السعيد محضر الحاجه وعامل اسكان للملعب ان انا هاخد الكره عارف ان هعمل ايه على طول. عبد الله السعيد عارف ومقدر ان هو بقى عنده 40 سنه، عارف ان هو بدنيا ممكن ما يقدرش، فعارف ازاي يوزع مجهوده على ال 90 دقيقه وان هو يبقى قادر يكمل معاك ال 90 دقيقه عادي. وبدنيا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، وقل اعوذ برب الفلق. عبد الله السعيد بدنيا ممكن احسن من لعيبه كتير عندها 23 24 سنه. فعبد الله السعيد كان متالق جدا، والسهل الممتنع باصه ثرو جول او باصه ثرو غير الملعب، باصه ثرو مش عارف ايه، وقوي في الاستخلاص، قادر ان هو يستخلص الكوره يعمل منها هجمه. فعبد الله السعيد يعني بشكل كامل كده لا ممتاز بصراحه. ندخل على مركز 10 ناصر ماهر. كابتن ناصر ماهر غياب تام في الملعب، هو سرحان، هو مش عارف، انت عارف انت مش عارف هو عايز يعمل ايه، انت مش عارف. طب هو عايز يرقص، طب هو عايز يشوط، طب هو عايز يجيب جول حلو، طب هو عايز يجيب جول سهل. الكابتن ناصر ماهر في النادي الاهلي ما كانش بيلعب طبعا، وكان جمهور الاهلي دايما مستني يشوف ناصر ماهر اللي هم شايفينه ده هيبقى احسن مركز 10 في مصر. فضل الجمهور مستني لحد ما موسيماني وناصر ماهر اللينك بينهم ما حصلش، المشاكل بينهم كترت، مشي ناصر ماهر راح فيوتشر، تألق مع فيوتشر، فخلاص بقى. طبعا النادي الاهلي كان جاب امام عاشور، كان بقى فيه قفشه، في لعيبه كتير، فخلاص ما بقاش التفكير في ناصر ماهر ان هو يرجع. فجه الزمالك عايز ناصر ماهر، ناصر ماهر وهو في فيوتشر عمل كل حاجه عشان يجي الزمالك، وده اللي بيعمله احمد عبد القادر دلوقتي عشان نبقى صراحه يعني مع بعض عشان يجي الزمالك. جه ناصر ماهر الزمالك، جمهور الزمالك كله فرح بيه، وكان اهم صفقه جت في يناير 2024 للزمالك. منذ ان جاء ناصر ماهر الى الزمالك في يناير 2024 واحنا النهارده في اغسطس 2025 يعني سنه ونص، ملخص ناصر ماهر لو انت عملته عشان تنزله على اليوتيوب مش هيعدي 5 دقائق بتشيرت نادي الزمالك. لعيب عنده من الموهبه الكبيره جدا 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 جدا، بس عنده من الاستهتار في حق موهبته الكتير جدا جدا جدا. مش استهتار خارج الملعب، هو مش مركز، هو عنده حاجات انت ما تعرفش، هو مش مركز في الكوره خالص. هو ممكن استكفى ان هو لبس تيشيرت الاهلي تيشيرت الزمالك، ممكن ما عندوش الطموح العالي انه يصنع لنفسه حاجه، ممكن، بس سرحان تام في الملعب، المسانده الدفاعيه مش موجوده. فنصيحه للكابتن ناصر ماهر، يعني لو هو هيشوف الفيديو او لو حد هيوريه له او لو هو يعني هي نصيحه هيعتبرها اخويه. يا كابتن ناصر ربنا اداك موهبه، ما خدتش فرصتك في الاهلي فرحت الزمالك، فبقى عندك برضو شعبيه وجماهيريه. مركزك ما فيش منه موجود في مصر، انت الوحيد اللي دلوقتي يعتبر في مصر رقم 10. حافظ على النعمه اللي ربنا اداها لك عشان ما تندمش الندم اللي مثلا في عبد الله جمعه دلوقتي اللي عنده 29 سنه وهو بدون نادي، بعد ما كان من 6 سنين بس احسن باك شمال في مصر، وجمهور الاهلي قبل جمهور الزمالك انتقدت اجيري في افريقيا 2019 لما ما خدش عبد الله جمعه. على الشمال، على اليمين الفينا اللي الحماس عنده والباور عنده عالي قوي، سواء مع الجمهور سواء في الملعب سواء في الاداء في كل حاجه. لعيب صفقه 10 على 10، لعيب لو فضل بالاداء ده صعب قوي الزمالك يحافظ عليه اكتر من سنه. لو فضل بالاداء ده الزمالك هيستثمر في اللعيب ده يعني حاجات كتير قوي. صفقه سوبر بمعنى صفقه سوبر. واللعيب الكبير يا جماعه بيبان من اول لمسه. اللعيب الكبير ما بيحتاجش بقى ان اللي لسه هنستنى يتاقلم ولسه هنستنى نشوف، لا، ده من اول ماتش المقاولين بان عليه ان هو لاعب كبير وبان عليه ان هو رايح في كل حته. ومع الوقت اعتقد الفينا لو فضل كده طبعا هو هيبقى نجم الزمالك الاول واللي عليه كل امال الجمهور. شيكو بنزا ماتش سيراميكا ما كانش موجود تقريبا، هو بيحاول وتقيل على كورته على فكره وشكل كورته حلوه بس ما كانش موجود. ماتش مودرن سبورت الاخير الشوط الاول نفس الكلام، الناس بدات تنتقد اداؤه. الشوط الثاني بدا شيكو بنزا يظهر بقى اداؤه وبدا يلعب. يعني في الجون الثاني اللي هو جابه الجون غلطه ابو جبل، بس شيكو بنزا اصلا اللي بدا الهجمه لما عبد الله السعيد اخذها بصها له، هو اللي بدا الهجمه من خط النص، بصها لالفينا، الفينا بفنت بصها له، هو لف بظهره. على فكره اللفه دي هي الجول، لفه شيكو بنزا بظهره في ماتش مودرن سبورت هو ده الجول. فهو بدا خلاص هيبدا بقى يتاقلم وهنبدا نشوف شيكو بنزا. عدي الدباغ
عدي الدباغ مهاجم صندوق. انا ما اعرفش ازاي كان في ناس بتقول قبل ما هو يجي الزمالك ان هو بيلعب وينج يمين وبيعرف يرقص. هو مهاجم صندوق، ارفع له بصي له الكوره اديله، ومع الوقت واحده واحده هتيجي طبعا. فالشوط الاول كله كان رايح لنادي الزمالك. الزمالك كان منتشر في الملعب بشكل جيد جدا. الزمالك كان ممكن يخلص الشوط الاول بهدفين او بثلاث اهداف. جبن فيريرا عنده مشكلتين. يانيك فيريرا ان هو اولا مدرب جبان، وده باينه قوي. ولما الزمالك هيلاعب بيراميدز او الاهلي، انا اعتقد ان فيريرا هيحاول ان هو يبقى اندر بول، هيحاول ان هو يلعب ورا الكوره مش هيهاجم. واعتقد ان هو في الماتشات دي ممكن يعمل حاجات في التشكيله هتضايق جمهور الزمالك. الحاجه الثانيه عنده مشكله انا شفتها في الثلاث ماتشات اللي فاتت بصراحه. ما بيعرفش يقرا الماتش، ما بيعرفش يعمل الحاجه اللي هي تزود من ان الاداء يبقى حلو. او فيانيك فيريرا ليه اخطاء، وهنشوف على مدار الموسم ايه اللي هيحصل. لان هو برضو الميزه اللي فيها نادي الزمالك دلوقتي ان الجهاز الفني كله اجنبي، كله بتاع الجهاز الفني بتاع يانيك فيريرا. فوارد كل الاخطاء دي تختلف ونظرتك ليها تختلف مع الماتشات الجايه، الله اعلم. دخلنا احداث الشوط الثاني، نفس الكلام، ضغط من الزمالك، غياب تم من مودرن سبورت. ده مش مودرن سبورت خالص اللي كان موجود في ماتش الاهلي. وانتشار لعيبه الزمالك في الملعب، وانا اعتقد السبب في ده وجود عبد الله السعيد في مركز 6 جنب محمد شحاته. يعني شيكو بنزا بيحرز الهدف اللي اتكلمنا عليه من شويه باداء ولا اروع منه. هو اللي بدا الهجمه وهو اللي نهاها، لفه هي دي الجول بصراحه، هي دي الجول. بعد كده فجاه بدا مودرن سبورت يخرج في الماتش، خصوصا لما الكابتن مجدي عبد العاطي تدخل وبدا بقى يعمل تغييراته. وده اللي يبين لك ان الراجل ده مدرب كبير على فكره. التغييرات اللي هي غيرت الملعب للكابتن مجدي عبد العاطي. وعلى فكره محمد مسعد الوينج رايت بتاع مودرن سبورت هيبقى لعيب كبير قوي، ووارد في يوم من الايام تلاقي داخل نادي الزمالك والاهلي، لانه لعيب عالي قوي على فكره، مهاري وقوي بدنيا وسريع. ناصر ماهر بتجيله هجمه مرتده، محمد صبحي بيلعبها له ولا اروع ولا احسن. هجمه مرتده زي ما الكتاب بيقول كانت هتبقى من لمستين او ثلاثه لو كان ناصر ماهر لعبها بس حركها بيمينه لالفينا. لكن الكابتن ناصر ماهر فكر التفكيرين، فكر اباصي ولا اجيب جول حلو، فقرر ان انا عايز اجيب جول حلو، فراحت الهجمه. من هنا ضيع الزمالك فرصه ان هو كان يكسب الماتش ده سكور. ودخل بقى مودرن سبورت في المباراه، خصوصا لما جابوا الجول. الكابتن محمود حمدي الونش تشتيت عايز يشتت، جت في محمد صبحي، بعدها على طول اللي على صدره بيشوط شوطه ولا اروع على الطاير. محمد صبحي صد ولا اروع، وسرعه ذهنيه عاليه جدا، عاليه جدا، سرعه بديهه عاليه جدا من محمد صبحي، بيطلعها كورنر. وبدات مودرن سبورت تدخل في احداث المباراه من وقت ما ضاعت كره ناصر ماهر. دونجا بينزل مكان شحاته. دونجا بيخلي الفرقه شكلها يبقى احسن دفاعيا، بيعرف هو حافظ مركزه. وعلى فكره دونجا لما بيعمل كرات طويله في اوقات كتير جدا بتبقى رايحه مظبوط ورايحه صح، سواء في ماتش المقاولين لعب واحده لعمر جابر كانت رائعه وكان ممكن تتسجل هدف، وفي ماتش مودرن سبورت او اول ماتش قدام سيراميكا. احمد شريف بينزل ولعيب شكله عنده حاجه. يعني احمد شريف باينه برده كده ان هو لعيب عنده كره حلوه. في لوب كده لعبه لناصر ماهر، وناصر ماهر ضيعها برده بسبب قله التركيز. لا، احمد شريف لعيب عنده كوره. ناصر منسي بينزل مكان عضية الدباغ. كابتن ناصر منسي السنه اللي فاتت جمهور الزمالك كله كان بيعتبرك نجم الفريق. السنه اللي فاتت جمهور الزمالك عمل لك اغنيه مخصوص وكان بيحتفل بيك في اي حاجه والناس حضرت فرحك. بس انت السنه دي مش مركز في الكوره او عندك سنه غرور. اتمنى انك تعيد حساباتك وترجع ناصر منسي اللي هو كان بياكل النجيله، ناصر منسي اللي مقدر النعمه اللي هو فيها، ناصر منسي اللي عايز كل ماتش يبقى احسن من الماتش اللي قبله. لان السنه دي في حته غرور كده باينه قوي عليك، وفي حته كده ان انت ما بتموتش نفسك في الملعب. فبينزل في الاخر خالص، بينزل صلاح مصدق وبيطلع بيطلع عبد الله السعيد، وبينزل ادم كايد برده مكان ادم كايد بينزل مكان شيكو بنزا في الدقيقه 60 او 65. ادم كايد انا حاسه لحد دلوقتي لعيب فري ستايل اكتر منه لعيب كوره في ملعب 11 بصراحه. ومحتاج حد يشتغل معاه قوي في الحته دي من وجهه نظري يعني. لان انا حاسس ادم كايد هو لعيب فري ستايل. انا حاسه كده، هو بيرقص حلو، بيلعب باصات صغيره حلوه، وشفنا الاسيست بتاعه في ماتش سيراميكا. بس انا حاسه يعني انا حاسس ان انا بشوف لعيب فري ستايل، مش بشوف اللعيب اللي هو اللعيب اللي في الملعب ال11 اللي احنا متعودين نشوف. ممكن لان هو اصلا مش وينج ليفت. وده برده من مشاكل يانيك فيريرا بالمناسبه، ان يانيك فيريرا يعني لحد دلوقتي مش حافظ مراكز اللعيبه. لحد دلوقتي ممكن تلاقيه بيلعب لك ناصر ماهر
وينج رايت، وتلاقيه بيلعب ادم كايد وينج ليفت، مع ان ادم كايد مركزه مركز 10. تمام. فنفس الكلام، حاسه لعيب فري ستايل اكتر منه وينج لعيب 11. صلاح مصدق قفلها ضبه ومفتاح هو ودونجا. بعد كده الماتش اتحول، مودرن سبورت يبقى معاه الكوره، الزمالك حاول يعمل هجمات مرتده كتير بس اللعيبه ما قدرتش يعني تترجم اي هجمه لجول، وادم كايد الكوره كانت بتوصل له كانت بتبقى بطيئه جدا اول ما بتجيله. وبعد كده نخلص خلاص الماتش في شويه هجمات هنا وهنا، ولكن في الاخر بتنتهي المباراه، الزمالك بيكسب مودرن سبورت العنيد 2-1 عشان يبقى الزمالك بعد مرور 3 جولات عنده 7 نقط بالتساوي مع المصري في المركز الاول، مودرن سبورت يقف عند 4 نقط. شويه كده برده حاجات بسرعه هنقولها عن الماتش. يانيك فيريرا محتاج ان هو يقرا الماتش احسن من كده، ومحتاج تبان بقى لمساته، اعتقد ان هو بدا يحفظ اللعيبه وبدا يحفظ مراكز اللعيبه. ادم كايد محتاج اكتر يفهم ان هو لعيب كوره مركز 11 اكتر منه لعيب فري ستايل. ناصر ماهر محتاج يقدر النعمه فعلا اللي هو فيها ويقدر الموهبه اللي ربنا اداها له. ناصر منسي محتاج يرجع، ناصر منسي اللي كان بيقتل نفسه السنه اللي فاتت عشان عايز ياخد بس فرصه، وربنا كرمه باهم جولين سجلهم الزمالك السنه اللي فاتت، سواء في السوبر الافريقي قدام الاهلي او في نهائي كاس مصر امام بيراميدز. اخر رساله لاثنين لعيبه في نادي الزمالك، انا زعلان وانا شايفهم ان هم يعني مش موجودين، لان الاثنين دول انا عارف ان هم ازاي موهوبين، والاثنين دول لو ركزوا في الكوره ممكن يبقوا كمان اساسيين في منتخب مصر. الاول كابتن احمد فتوح، مش كفايه مشاكل بقى، ومش كفايه بقى سهر، وكفايه استهتار، وكفايه ان احنا ما نبقاش حاسين بنعمه ربنا علينا؟ ولا انت شايف ايه؟ في ايدك تبقى احسن مدافع في افريقيا، وكان في ايدك تحترف من كذا سنه وتبقى كمان في حته عاليه قوي، بس انت ما استغلتش ده وما استغلتش نعمه ربنا عليك والموهبه اللي عندك. فخلاص انت لسه دلوقتي عندك فرصه، انت كابتن من كباتن نادي الزمالك وعندك فرصه تلعب كاس عالم السنه الجايه. ما تضيعش كل ده بسبب استهتار. انت بعد كام سنه هتتمنى الايام دي ترجع، وبعد كام سنه هتقول يا ريتني ما سبت يا ريتني ما استهترت في حياتي. انت في احلى سنين حياتك، ما تضيعهاش عشان لما تعتزل الناس تفتكرك. شوف جمهور الزمالك لحد النهارده بيفتكر شيكابالا ازاي، ومع ان برده شيكابالا في بداياته وتقريبا لحد ما وصل لسنك عمل برده مشاكل واستهتار كتير قوي، اخره في حاجات كتير قوي، وهو كان المفروض يبقى في اعلى انديه العالم. شيكابالا المفروض كان يبقى في اعلى 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 انديه العالم، فما توصلش للنقطه دي. ربنا عشان بيحب شيكابالا اداله جمهور الزمالك. شوف الجمهور كل ماتش في الدقيقه 10 يرفع له الصناره ويشجعه. ما تضيعش النعمه اللي ربنا اداها لك. الحاجه الثانيه للكابتن احمد حمدي، يا كابتن احمد يعني انا بس عايز اقول لك، انت في النادي الاهلي ما خدتش الفرصه ورحت تالقت في الجونه، بعد كده احترفت في كندا، بعد كده ربنا برضو ادالك الفرصه تاني وجيت الزمالك، وربنا انعم عليك بهدف الكونفدراليه اللي هو الجمهور يفضل فاكرك بيها طول العمر، والجمهور من بعدها بقى مسميك كابتن ماجد في الوقت اللي كانوا عاملين دخله كابتن ماجد وانت جبت الجول، والجول على طريقه اجوان الكابتن ماجد. ففجاه دخلت نفسك في مشاكل، فجاه اتريقت على الاداره في الستوري، فجاه الاداره ما بتدينيش فلوس، فبيحصل معاك كده. والسنه دي اخر سنه ليك في نادي الزمالك. طب ما هو انت لو مشيت من الزمالك هتروح ليفل اقل، واعتقد ان الدنيا من ساعه وجود جون ادوارد بقت مختلفه في الزمالك، والبيئه بقت جميله جدا، والبيئه تساعد قوي على النجاح وعلى التالق، وعندك الموهبه وعندك كل حاجه ان انت تبقى موجود اساسي. واي حد كان اساسي مع جوميز يقدر يبقى اساسي مع فيريرا، لان جوميز هو المدرب الافضل للزمالك تقريبا اخر 4 أو 5 سنين. ده كان كل حاجه حصلت في مباراه الزمالك ومودرن سبورت. استنونا في ماتشات جايه كتير، وتقييم سريع كده للعيبه في المباراه. محمد صبحي هديله 10 من 10 بصراحه، مش مسؤول عن الهدف اللي جه فيه، هو حاول فيها بس هي ما نفعتش، وانا هديله 10 من 10 نتيجه ليه ثبات مستواه، نتيجه ليه ان هو احسن حارس في مصر حاليا بيلعب الكره برجله، ونتيجه برده ليه ان هو لعيب عايز يلعب الكره بسرعه. انا بحب قوي اللعيب اللي عايز يلعب الكره بسرعه بصراحه، انا يعني بتمزج اما بشوف اللعيب عايز يلعب الكره بسرعه وبيلعبها صح. وحصلت قبل كده لو الناس تفتكر في بطوله افريقيا 2022 الزمالك والترجي اللي كان هنا في مصر، اللي برده نقل هجمه مرتده سريعه قوي لزيزو، زيزو خدها ورفعها لسيف الجزيري، كان الهدف الثالث للزمالك قدام الترجي يعني. محمد صبحي 10 من 10، الونش 5 من 10، واتمنى يعيد حساباته ويفتكر ازاي في 2018 عمل ريمونتادا على الناس كلها وبقى احسن مدافع في افريقيا، يعمل نفس الريمونتادا دي دلوقتي. حسام عبد المجيد 5 على 10، محتاج ياخد قراره سواء هيكمل في الزمالك او هيمشي بنتائج
3 من 10 مش مركز خالص، وبلومك انت يا بنتايج عن ان انت مش مركز، لان انت مستواك السنه اللي فاتت مع تغيير 4 اجهزه فنيه ما كانش كده خالص. عمر جابر 3 من 10، ويعني كابتن عمر جابر محتاج يحس ان هو كابتن نادي الزمالك، ومحتاج يحس ان هو لعيب خبره، لعيب منتخبات. عبد الله السعيد 7 من 10، محمد شحاته 6 من 10 وفوق يا عم شحاته. ناصر ماهر 3 من 10، الفينا 8 من 10، لعيب متحرك، لعيب عنده حماس، لعيب حابب الحاله اللي هو فيها، حابب حاله جمهور الزمالك، لعيب عنده حاجات كتير قوي بصراحه، بس محتاج يخف بس ايه انانيه شويه، وان هو يعني ياخد القرار الاسرع. شيكو بنزا 6 من 10، هتيجي مع الوقت ولما تاخد عدد دقايق اكتر. عدي الدباغ 4 من 10، ماتش المقاولين كان بيقاتل على كل كوره وكان افضل بكتير من ماتش مودرن سبورت بصراحه. هتيجي برده مع اكيد مع الوقت. صلاح مصدق ودونجا كل واحد 4 من 10، بس نزلوا بصراحه قفلوا خط النص ضبه ومفتاح. ادم كايد محتاج ان انا احس ان انت لعيب 11 مش لعيب فري ستايل، عشان كده 3 من 10. برضو ناصر منسي، انا اسف، ناصر منسي 2 من 10 عشان سنه الغرور، بصراحه انا ما بحبش الغرور، ف2 من 10. اتمنى ان ده يعني تبقى فتره كده اللي هي بتجي لنا كلنا في حياتنا، ان احنا نبقى ضاربين الدنيا طناش. نزل سيف جعفر، اللي هو كل المدربين تقريبا اللي عدوا على الزمالك مؤخرا مقتنعين بسيف جعفر. سيف جعفر نفسه اللي مش عايز يثبت حاجه. بس كده، وده كان كل حاجه تخص مباراه الزمالك ومودرن سبورت اللي انتهت بفوز الزمالك 2-1. استنونا في ماتشات جايه كتير. الاسبوع الجاي عندنا ماتشين، الاهلي في المحله اللي 3 ماتشات ما جاش فيه جوال ولا جاب جوال مع الكابتن علاء عبد العال، ملك البارك زواس، والزمالك وفاركو. استنونا في ماتشات جايه كتير، ولو الحلقه عجبتك ما تنساناش بقى لايك، سبسكرايب، شير. كنت معاكم انا خالد، وحلقه جديده من حلقات تحليل الدوري المصري.